الخير او مساء الخير زي ما بتشوفوني. انا عائشة عصام، بنتكلم مع بعض في تابس وتريكس عن الديكور. النهارده هنتكلم عن توبيك حصل فيه نقاشات وخلافات ومشاكل كتير. النيش في ولا ما فيش؟ النيش كلمة اصلها فرنسية، معناها الحاجة الثمينة او اللائقة، المكان الثمين او اللائق. من هنا جت الفكرة لربة المنزل ان هي تحتفظ بالحاجات الثمينة كلها والقيمة في مكان وتسميه النيش. من وقتها ابتدى النيش يدخل لبيوتنا واحدة واحدة كقطعة مكملة للسفرة، وغالبا بيبقى عبارة عن ضرفتين زجاج وجزء الأسفل قطع خشبية أو ظرف خشبية للتخزين. أنواع المعروضات اللي بتتحط في النيش: صيني، كاسات، أركوبال. نيجي للسؤال الأهم، أنا محتاج النيش وإمتى هيفرق معايا؟ لازم نكون متفقين ان هو وحدة مكلفة لوضع المعروضات والحاجات اللي عايزة اظهرها. طيب امتى هيكون ضرورة؟ هيكون ضرورة في حالة ان المطبخ عندي صغير جدا جدا لدرجة ان هو لا يستوعب القطع الزجاج او القطع السيرفيز او التقديم، ومضطرة ان انا احفظها في مكان تاني، فساعتها هحتاج ليها مكان احفظها فيه زي النيش. هل ليه بدائل؟ ليه بدائل زي ايه؟ نقول كام فكرة من البدائل. لو توفرت المساحة المناسبة في المطبخ للتخزين فده بديل. لو توفرت الظرف الزجاج بحيث ان انا اعمل دولاب زجاجي في نهاية المطبخ ده بديل. ممكن اعمل فكرة دولاب زجاجي معلق صغير فوق السفرة يحفظ الكام قطعة اللي انا عايزة احتفظ بيها خارج المطبخ. طيب لو المطبخ امريكي ساعتها هقدر ادمج قطعة النيش مع نهاية المطبخ، زي مثلا تحط تحت البار او في نهاية البار. ممكن ادمجها مع باقي التصميم في الحائط، سواء بقى الحائط ده فاتح على الريسبشن او على الليفنج وعلى مكتبة التلفزيون، فازاي اعمل ماكس منهم بطريقة مودرن وتحفظ لي برضو وتأدي لي الوظيفة اللي انا عايزاها. ما عنديش معروضات كتير او منتجات كتير لدرجة ان انا احط نيش واحط بوفيه، يبقى الطبيعي ان انا اختار قطعة واحدة اللي هتسعفني وهتأدي لي الوظيفة واستغنى عن القطعة التانية خالص. نيجي لنقطة اهم، بالتجارب العملية كلها، هل انا هحتاج المنتجات والحاجات كلها اللي متشالة في النيش او البوفيه في اول فترة في حياتي؟ اول سنتين 3 4 من تأسيس البيت الجديد انا مش هحتاج المنتجات دي ولا هستخدمها بشكل اساسي، بالعكس ممكن تأثر عليا سلبا ان يظهر حاجات جديدة في السوق او تظهر حاجات يعني تناسب الموضة او تجاري الموضة في الوقت الجديد، وما اقدرش اجيبها لان انا اوريدي ما استخدمتش القديم او اللي كان موجود مخزن عندي. فبالتالي محتاجين ان احنا نجيب على قد استخدامنا واستهلاكنا ايه اللي احنا هنحتاجه في المرحلة الحالية، وكل ما المرحلة تتقدم احتاج احتياجات جديدة ابدأ ازودها بما يتناسب مع الذوق اللي موجود دلوقتي. طب بعد كل البوينتس اللي فاتت انا بحب النيش وعايزه افرش النيش، اوكي هنقول تيبس تريكس عشان اللي بيحب النيش يقدر يفرشه بطريقه راقيه وهاديه. اول حاجه نصيحه، نعمل ظهر النيش زجاج او مرايه، لان ده بيدي ترانسبيرنت وبيدي عمق اكبر للمعروضات وبيدي وسع للوحده، فبيخلي شكلها اظرف. ان يكون فيها اضاءه توجه بقى على المعروضات اللي موجوده جوه، بحيث ان نخليها ديسبلايد وشكلها ظاهر بشكل لائق. الحاجة الثالثة ان احنا نختار الوان المعروضات يكون متناسب مع بعضه، وطبعا تكون منظمة ومنسقة بطريقة طبيعية ما فيهاش اي ازدحام او كركبة. واخر نصيحة احب اقولها لكم، عامة الجزء بتاع السفرة نراعي ان الديكور بتاعه يكون هادي جدا، الوانه بسيطة مفهوش تفاصيل وزحمة كتير، لان قطعة السفرة في الاساس هي قطعة ضخمة، احتياجاتها من الترابيزة للسفرة او الكنبة للبوفيه او النيش او الاتنين في نفس التوقيت في بعض الاحيان، بيخلي القطعة دي قطعة ضخمة في وسط البيت او في وسط الريسبشن. فبالتالي كل ما خليناها بسيطة وكل ما خليناها شكلها سيمبل وهادي هيكون تأثيرها أفضل بكتير على بقية الديكور وشكلها أحلى.
كومنتس انتوا من الفريق اللي تبع النيش ولا مفيش، واستنونا الفيديو اللي جاي. باي باي.